أول شي بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة الخير، قبل ما نبدأ مقطع تسترون عن النبي، طبعا اليوم يبي لكم شرح إن شاء الله الكل يفهمه، واللي ما يفهمه عاد كيفكم. زين، وإذا مش ما أنت مشترك لا تشترك، يلا دزمه طبعا. إذا الحين أنت بتفتح ماب، أول شغلة اللي هو يا طويل العمر لا تسحب. يا آدمن تعال عندنا ماب قوي، تعال. ساحب انت؟ لا يا آدمن عندنا، لا تكفى آدمن. طبعا يا جماعة الخير لا تسحب، يعني يمكن نصيحة شد بالماب أفك كيفك تبي تسحب اجانب، انا مالي شغل، اهم شي انت تسوي تبي سمعة مابك يكون خايسة، شو اسمه سحب، ما ادري كيفك. انزين، ليت مثلا كأونر بنت لازم ما يكون في واسطات يعني. ألف مبروك، أنت قبلتي لأنك أنت كتكوتة. الله، انه ما في بنت تخليها كأونر وتسوي واسطة حق اي احد، مو عشانها شي زينة وشي، لان عادي البنت هذه تكون فيها تكون تسب او شي او ما تعرف القوانين. اذا كنت جبت لك حق مابك بلدر، او جبت حق مابك بلدر، او جبت له تيجر، يعني مثل شي، فهمتوا؟ الشخص يبني، لا تحنك عليه، يعني تقول له ابي فلوس، لا قصدي يعني ابيك تبني لي ماب ببلاش، يعني لا تقول له شي تحنك عليه. زين، هذا الشيء اذا الشخص تعب عليه. اسمع كلامه. ما اسمه تكفى، ابيك تبني لي الماب ببلاش، تكفى. لا يا حبيبي، انا حاط لك تكفى سعر يا اخي بالهاي تكفى، أبي ما تكفى عشاني هالماب، ببلاش. يا حبيبي والله شقيت لي، ما يصير شلون يعني. تكفى أنا أنت هذا؟ تكفى. خلاص تبي ابني لك اعدل لك على الماب هذا؟ اي لا سويت. خلص. اذا كان عندك ماب لازم يكون مثل هالماب اللي هو عربات، يكون شي راقي وحلو وفي جبال ويكون بلدرية حلوين، ويكون يعني حق الماب تعامل مع الناس زينين، وما تزعل احد بالماب، وتجيب لك بلدرية وتجيب لك ادمنية كإدارة يعني سوالف، وما تخلي وبس، وش ما تخلي مابك ممل، يعني طول اليوم نايم. شنو نايم؟ شو وضعك انت؟ او قاعد شي قاعد طالع تيك توك، ترى ما حد بيدخل عليك الا يمكن حبيبتك، يمكن. لا تخلي الماب ممل، لازم تسولف فيه، سوي فعاليات، يجيب إدارة، وبس يعني. وإذا ما مشترك